اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روحي. يا مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم حبايب قلبي؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد بعد انقطاع طويل. اليوم قررنا نسوي دول مع الفطور. اتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا لنا الجرس حتى يوصلكم كل فيديو انزله. ويلا نبلش بالمقادير. هنا احتاجيت للدولمة نص كيلو لحم ونص قلاص تمن وراسين بوتيتا وراسين بصل وراسين طماطة وشدة مال كرفس وثرمتن كلش ناعم. وهنا خلطت المكونات كلها سوا وخليتها على الصفحة. وهنا عند السلق، وهنا غسلته كل زين وبعدين فورت ماي وبديت اسلق السلق. وهنا عصرت لراس واحد نومي وخليته على الحشو. وهنا خليت زيت الزيتون وخليت بهارات مشكلة وخليت بهارات الدولمة وشوي فلفل. وهنا رشة من الملح وثلاث خواشيق معجون وخلطت المكونات كلها سوا. وهنا كملت من السلق وبديت اطلع بهن وحدة وحدة. وهنا حضرت الجدر مال الدولمة وخليت بيه زيت وخليت العوادين. وهنا كملت من الحشو والسلق وبديت الف بالدولمة. وهنا خلصت من اللف وزال عندي حشو فسويت بصل. هنا مثل ما تشوفون كملت منعتها. وهنا خليتها على النار حتى تتهدر شوية وبعدين اخلي عليها المعجون. وهنا مثل ما تشوفون خليت خاشوقتين ونص معجون. وهنا راح اقطيها بقبق صغيرون وبعدين خليها تستوي على راحتها. وهنا مثل ما تشوفون استوت عندي الدولمة وريحتها كلش حلوة. وهنا راح اقلبها. وهنا مثل ما تشوفون قلبت الدولمة وريحتها كلش حلوة. وهنا بدينا نحضر الفطور. وهنا صبينا الفطور وسهمكم ألف عافية. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.